أراد الصبي أن يمسح وجهه، لكنه اكتشف أن ملامحه قد اختفت. ثم انزلقت بركة من الطين من البئر، وظهرت فيها عينا الصبي. تجمع الطين مشكلا وحشا، فاستدار الصبي وركض على الفور، لكن الوحش الطيني لاحقه. رأى والد الصبي ذلك، فعاد سريعا إلى المنزل وأحضر بندقية صيد. صوب نحو الوحش الطيني وأطلق النار، لكن الوحش كان مضادا للرصاص وأعاد تشكيل نفسه من جديد. أخذت الأم ابنها وأدخلته إلى الداخل بسرعة، لكن الوحش الطيني تبعهم. فقامت الأم بشطر الوحش إلى نصفين بمنجل. أثار هذا غضب الوحش، فمد يده إلى داخل المنزل وأمسك بالصبي وابتلعه بالكامل. ثم بدأ الوحش الطيني بالكلام. توسلت الأم إليه أن يعيد لها ابنها، لكن الوحش استدار وهرب قافزا داخل البئر. وكان هذا هو الطفل 11 الذي يختفي من البلدة. ولكشف لغز الأطفال المفقودين، استدعى الملك على وجه السرعة طاردي الأرواح الأخوين جريم إلى البلدة. وما إن وصلا حتى وقع أمر غريب آخر. في الليل استيقظ صبي على صوت حصان، فوجده راكعا على الأرض ويرتجف. جثى الصبي لتهدئته، لكن كومة من خيوط العنكبوت خرجت من فم الحصان. فاستدار الصبي وركض، لكن الخيوط استمرت في التمدد ولفته بإحكام. وأثناء محاولته الهروب رفع الحصان حافره وألقى به في الهواء، ثم ابتلعه بالكامل. خرج الأب ليتفقد الأمر، فاكتشف أن الحصان قد ابتلع ابنه. حاولوا سحب الطفل من داخله، لكن الحصان استدار وركض عميقا داخل الغابة. قرروا الذهاب إلى الغابة للبحث عن الصبي مجددا. ووصل الثلاثة إلى قاعدة برج عال، وقالت المرأة إن ملكة كانت تعيش هناك منذ آلاف السنين. لكن بعد فترة قصيرة تفشى وباء في البلدة، ولم تسلم الملكة منه. ولمعرفة ما إذا كان الصبي محبوسا هناك، قرر الأخوان جريم تسلق البرج والتحقيق. وكان في قاعدة البرج 12 تابوتا. تسلق الصبي الحبل إلى داخل البرج، فوجده مغطى بخيوط العنكبوت والغربان. ووجد مخططا يظهر أن التضحية بأرواح 12 طفلا ستعيد الملكة إلى الحياة. ثم وجد الملكة على السرير، وفجأة ظهرت الملكة في المرآة وطلبت من الرجل أن يبقى معها. فتن بجمالها، لكن فجأة دخلت صخرة عبر النافذة أيقظته من التنويم. وكان قد رماها أخوه من الخارج. جاء المستذئب إليهم وأمر أخاه بالهرب. قفز الرجل فورا من النافذة، لكنه هبط فوق المستذئب. وفي الوقت ذاته استيقظت الملكة من التابوت. أسرع الأخوان بإنقاذ الطفل، ثم ركبوا عائدين إلى المدينة. لكن السؤال هو: هل سيتمكنون من العثور على بقية الأطفال؟